السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بجد اختراع جميل قوي، هو مالي النت وقلت اجربه. جبت قشر استفندي كان موجود عندي، لما لقيته بقى عامل قلبان قلت اجرب ده ايه ده. شايفين الكوباية وانا بغسلها؟ رهيبة، رهيب 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 بمعنى رهيب، والله كنز. اوعي يفوتك ان انت تعملي القشر برتقان استفندي ليمون. انا جربت قشر الاستفندي رهيب رهيب بمعنى رهيب. شايفه الكوبايه بتزيق ازاي ونضيفه، وانا بغسلها بتزيق. والله انا ما شفتش يعني في نظافه حاجه زي كده. اول ما تحطيه يخلي بشويه حاجه صغيره كده الكوبايه بتبرق. وغسلت صينيه لقيتها بتبرق رهيب كمان في الالومنيوم. معرفش بقى، انا ما جربتوش لسه في السلستين، بس جربته في الالومنيوم رهيب. لقيت الصينيه بتبرق. انا كنت مفكراهم بيبالغوا، لقيت الموضوع بجد حقيقي. جبت بقى يا ستي قشر السفندي وغسلته حلو قوي، وحطيت عليه ميه زي ما انت شايفه كده، وتحطيه على النار وتسيبيه بقى يغلي يستوي بقى مع نفسه. توطي النار وتسيبيه يستوي. هو كده خلاص استوى. بوريهولكم، تخليه يستوي جامد يبقى دايب، عشان يبقى سهل عليك، ما يبقاش عامل حتت وانت بتغسلي بيه. بعد ما يبرد بقى تماما اضربيه بقى في الكبه. انا كده بعد ما برد خدته حطيته في الكبه، وخدت السائل الميه اللي نازله منه دي وحطيتها فيه. يعني شايفين هي شويه ميه قليله اللي اتبقت، ما تخليش ميه كتيره تتبقى منه، لان انت بعد كده هتزوديه كمان. ضربته بقى في الكبه حلو قوي، وخدت بقى جبت بوله وحطيت فيها كوبايه ميه الاول، وحطيت فيها معلقه بيكنج باودر. لو حطيتي كربونات حلو، انا كان عندي بيكنج باودر واستخدمته، والله الوصفه رهيبه بالبيكنج باودر كمان. وحطيت نص كوبايه خل وقلبته حلو. وبعد كده جبت كوبايه الا ربع صابون سايل، اي نوع صابون سايل عندك، وتقلبيه ببعضه. بتجيبي تروحي تجيبي الجيركن، تجيبي الازازه يقول لك ده بالليمون وده بالبرتقان. انا اكتشفت ان البرتقان اللي انت بتعمليه او الاستفندي اللي بتعمليه في البيت هو ده اللي حقيقي. التاني مش بينضف ولا بيلمع زي ما بيقولوا بقى بالليمون ولا بالبرتقان. ده فعلا اللي بالبرتقان الحقيقي، بالاستفندي الحقيقي اللي انا شايفاه قدامي، لقيته رهيب بقى بجد يعني. قلبته حلو قوي زي ما انت شايفه كده. حطيت السائل، شايفه اداني كميه وفيره قوي ازاي لما حطيت عليه الاستفندي اللي انا ضرباه. والله انا لو قعدت يعني اقول لك في مميزات واشكر فيه مش عارفه، مش هيكفي معايا الفيديو. جبت بقى الكوبايه وغسلتها بايديا اهو، من غير ليفه ولا حاجه. ما شاء الله بايديكي بس، وتلاقي ايدك بتزيق وانت بتغسليها. الكوبايه ما شاء الله بتلاقيها نظيفه نظافه رهيبه بجد. والله ده كنز، اوعي تفوتيه فعلا. انا من ساعه ما عملت الوصفه دي وانا حقيقي ما برميش القشر. شايفاه نظيفه قوي ازاي، منتهى الجمال. انا بعد ما غسلت الكوبايه وصورت وخلصت، استخدمت في الالمونيوم وانا بغسل. انا فوجئت لقيت الصينيه بتبرق. ده ايه ده؟ ده بجد اختراع، وبيشيل الزيوت بطريقه يعني انا هقول لك، هتقولي بتبالغي، جربي وشوفي. انا لما لقيتهم عاملين فيديوهات منه كتير قوي على النت ونازل، قلت اجرب، بس انا ما كنتش اعرف ان هو بالجمال ده فعلا. والرغوه بتاعته وفيره جدا جدا. ده عامل لي كميه كبيره قوي من كوبايه الا ربع صابون سائل، يعني عملت كميه كبيره. وما شاء الله بيخلي ريحه المواعين حلوه قوي، وريحه ايديكي جميله قوي. هو ده بجد اللي يتقال عليه بالبرتقان بالاستفندي، مش الجراكن اللي احنا بنجيبها ويقول لك ده بالبرتقان ولا بالليمون. لا لا لا، هو ده الحقيقي بقى بجد. غسلتها بالليفه وغسلتها بايديا. ما شاء الله الاتنين بيبرقوا.